السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني في كل مكان؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. ازيكم؟ النهارده ده كان فطارنا النهارده سهل وبسيط. اللي اول مره يشوفني وما اشتركش في القناه يشترك في القناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل اشعار بفيديوهاتي. ما تنسوش حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا وكومنتاتكم الحلوه. وما تنسوش اللايك حبايب قلبي بيفرق كتير معايا. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد إن شاء الله. عملنا الله النهاردة عملنا رز بقى بشعرية كده عادي، وكان في فرخة في الفريزر طلعتها وعملتها سلقتها عادي خالص. أول حاجة هنسلق الفراخ. طبعا الفراخ مغسولة كويس جدا جدا بدقيق بقى وملح وليمون وغسلتها كويس جدا. اولا انا هنا كنت ناقعه الفاصوليا دي، فاصوليا بيضه، معرفش بقى في بقيه الدول بتقولوا عليها ايه. كنت نقعتها نص ساعه وسلقتها زي ما حضراتكم شايفين كده. اسيبها 5 بس وبعد كده هطفي عليها، وبعد ما بطفي عليها بشطفها كويس جدا تحت الميه، وبعد كده بحط عليها ميه بارده. تمام. معايا هنا الفراخ مغسوله كويس جدا وعصر عليها ليمون. معايا نقطه زيت في الحله كده، بنزل بقى ادي صدمه كده للفراخ بتاعتي. يلا حبايب قلبي اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا نزلت بقى كده على الزيت بعد ما سخن، اديت للفراخ بتاعتي صدمة من ناحيتين. انا ممكن تغلي مية وتحطي فيها توابلك وتحطي فيها الخضار وتحطي فيها اللي انت حابة تحطيه، وبعد كده بتسقطي الفراخ. لا انا بصراحة بعملها في كل حاجة، بس انا اكتر حاجة بحبها للفراخ او للبط عامة، او لاي لحوم او اي حاجة بحب اديلها صدمة الاول. تمام كده حبايبي. هنا بقى بقلب الفراخ بقى قبل ما احط الخضار اللي معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده طلع صدمة بقى من ناحيتين. معايا الخضار بقى، معايا طماطميتين ومعايا بصلاية ومعايا جزراية وورق لوري او ورق الغار. طبعا. وبحط شوية معلقة فلفل اسود وشوية ملح. عندك بقى عود قرفة حطي، في عندك حبهان مستكة، التوابل اللي انت حابة تضيفيها ضيفيها، لو مكعب مرقة او حابة تضيفيه ضيفيه، بس انا بكتفي بالتوابل اللي عندي دي. تمام كده حبايب قلبي. خلاص كده ايه، نحط شوية ملح كمان. خلاص هنا بقى بعد ما الفراخ اتشوحت معايا ما شاء الله، كنت بقى ايه مية مغلية كده ونزلت عليها بالفراخ. عاوزة اقول لكم الجزر بيخلي الشوربة، بصوا، رايقة وجميلة جدا. شوربتها بجد هتشوفوها دلوقتي كانت تحفة، ما كانتش محتاجة اي حاجة. هنا يا حبايب قلبي بقى هنعمل التسبيكة او التخديعة او الفاصوليا يعني وكده. حطيت هنا معلقة زيت او سمنة او زبدة اللي انت حباه. معايا هنا بصلاية كبيرة مقطعاها كده تقطعها صغيرة على ايديا، ومعايا معلقة توم. هنزل بالبصل الاول. عاوزة اقول لكم ان هحط البصلة هنا في اخر لحظة، لان ابني كان في الدرس وما كانش واخد المفتاح بتاع البيت من تحت. مش عاوزة اقول لكم بقى قاعد في الشارع يا ماما يا ماما يا ماما، وانا طبعا مضطرة ان انا انزل افتح له، فالبصلة ما ينفعش، يعني ما ينفعش اسيب البصلة على البوتاجاز. فانا عمالة بقول له حاضر جاية حاضر جاية، هو على كلمة واحدة يا ماما يا ماما. فبالتالي البصلة كانت خلاص يعني هحطها بالعافية. هنا بقى حبايب قلبي نزلت كده بالبصلة. بعد ما حطيت البصلة كده حسيت الزيت قليل، نزلت بمعلقة سمنة صغيرة. يا حبايب قلبي هنا بقى بص البصلة هنا احمرت معايا، نزلت بمعلقة التوم. ادت لها بس كده، اول ما شميت ريحة التوم بنزل عليها بالتوابل. هنا بقى متسرعة بقى، ما انا بقول لكم وكل ده ولسه ما نزلتش فتحت له الباب، قلت لا اسيبه في الشارع شوية لما اخلص واحط الصلصة اللي معايا. هنا نزلت بالتوابل اللي معايا بقى. اول ما بشم ريحة التوابل بنزل بالطماطم الفريش اللي انا عاملاها. ده كيلو من الطماطم الفريش اللي انا عاملاه. تمام كده حبايب قلبي. حابين بقى تحطوا معلقه صلصه حطوها. انا حطيت بعد ما حطيت الطماطم وغلت غلوه حطيت معلقه صلصه،
لو انت حابة تحطي معلقة الصلصة حطيها على البصلة بعد ما تحمر واديها تقليبة واحدة، وبعد كده انزلي عليها بالطماطم الفريش. بس انا نسيت احطها بقى عشان من دوشة على ابني، نسيت احطها فحطيتها تاني. التوابل عبارة عن ايه؟ معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، فلفل اسود، كمون، وملح، بس كده بس كده، ومكعب من المرقة. انا بحب جدا مكعب المرقة. دايما مرقة الدجاج ومرقة الخضار عندي في البيت، بجيبهم من عند العطار سايبة كده، بتبقى حلوة جدا. هنا طبعا شطفت الفاصوليا كويس جدا، والتسبيكة خلاص اتسبكت معايا، يعني ما كملتش التسبيكة بتاعتها قوي. نزلت بقى بالفاصوليا بعد ما شطفتها كويس جدا، اخليها تاخد غلوتين كده بس في الصلصة اللي معايا او في التسبيكة اللي معايا، وبعد كده هنزل عليها بمية مغلية. هنا بقى حبايب قلبي كانت الفراخ معايا خلاص، قلت بقى ايه، هنشيلها من الشوربة بتاعتها. هنا بقلب الفاصوليا، لازم أنا على طول ايدي فيها او ابص عليها، عشان انا مش مزوداها مية عشان ما تنشفش وتتحرق مني. يلا حبايب قلبي، لو لسه متابعاني لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لي لايك، حطي لي لايك كده وخليكي حلوة كده وحطي لي لايك. هنا بقى نزلت بقى نشلت الفرخة اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين. شفت الشوربة جميلة ما شاء الله، بجد روعة تحفة. يعني الناس بيقولوا شوربة الفراخ البيضة مش حلوة، لا والله بجد كانت حلوة جدا. هي مش سمينة ومش مغذية، بس ما شاء الله شفتوا كمية اللي يعني رايقة جدا. طبعا انتوا عارفين كويس اوي الشوربة بتاعت الفراخ بالذات بتبقى رايقة من ايه؟ ده بتبقى من غسيل الفراخ او من نظافة الفرخة اللي معاكي. مادام بتغسليها كويس جدا وبتشطفيها وعطيلها حقها في النظافة وكده، بتطلع معاكي احلى شوربة، مبتبقاش محتاجة اي حاجة. هنا بقى حبايب قلبي خلاص كده هنزل بقى على الفاصوليا بتاعتي، اهو لها تقليبه، انزل عليها بقى بالشوربه. ده كرنبين شوربه كده حلوين. وبقيه الشوربه بعمل بها بقى لسان عصفور. بس انا بقى ايه، بحب الشعريه جدا بصراحه، فقلت لا، ما عنديش لسان عصفور، اعملي شعريه من فات قديم وتاه. طول عمرنا كنا متربيين على الشعريه في الشوربه ديت، وانا بصراحه بحبها جدا. يعني انا حتى لو كان عندي لسان عصفور كنت هعمل شوربه. هنا بقى حبايب قلبي زي ما قلت لكم كنت بزودها بقى شوربه كده 5 دقايق بالظبط، واول ما تغلي يعني هسيبها 5 دقايق تغلي كده، واشوف الملح بتاعها، لو كانت محتاجه ملح بضيف لها شويه ملح، وبعد كده بطفي عليها النار. لان الفاصوليا لما بتكون واخده حقها في السليق ما بتاخدش حاجه يعني. هنا بقى حبايب قلبي الحله اللي كنت سالقه فيها الفاصوليا شطفتها، وهنعمل فيها الشعريه. يلا يا حبايب قلبي كده صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى بدأت أحمر في الشعرية عادي خالص، وبردك نزلت عليها بالشوربة ما شاء الله. شوفوا الشوربة جميلة ورايقة ازاي اهي. بعدت كده الشعرية عن النار لحد ما احط لها بس كرنبين شوربة، وبعد كده ايه هحط الحلة على النار تاني. هنا بقى الشوربة طبعا فيها الخضار، فيها الجزر والطماطم والبصل وورق اللوري، فانا بصفيها عشان الحاجات دي كلها ما تنزلش في الشوربة بتاعتنا. انا فضلت بقى احط كده لحد ما فاض شوية صغيرين، قمت دلقاهم بقى ايه، كبهم كلهم كده، او حاطه بقية الشوربة كلها على الشعرية زي ما حضراتكم شايفين.
هنا بقى هنعمل الرز. نزلت كده بشوية زيت، انا بحب بعمل الرز بزيت، حابة تحط سمنة تحط زبدة تحط ميكس زبدة على زيت، سمنة على زيت، انتوا براحتك. انا بحب اعمل الرز بالزيت، بيخليه مفلفل معايا وكويس. نزلت هنا بشوية الشعرية اللي كانوا فاضلين في الكيس زي ما حضراتكم شايفين كده، عادي جدا يعني. ايوه، ما بصوا فاضل شوية، فقلت لا والله ابدا لا يمكن. قعدت بقى اقلب كده في الشعرية لحد ما اديت لها اللون الجميل بتاعنا، زي ما حضراتكم شايفين. هنا الرز طبعا مغسول كويس وفي المصفى زي ما حضراتكم شايفين. عاوزه اقول لكم ان الرز كان كتير على الحله بتاعتي اصلا، يعني معرف. بعد ما نشف الرز نقلته ضيرته يعني في حله تانية، في حله كبيره، الحله بتاعت الشوربه ضيرت الرز فيها. فدي معلومه حابه افيد اخواتنا الصغيرين فيها. لو الرز ما استواش معاكي او كان قليل في الحله، عادي خالص الرز بتاعك هيبقى زي الفل، ما ترموهوش اي حاجه خالص. ضيريه في حله اوسع وقلبيه وهدي عليه النار، وشويه ميه كده صغيرين حطوهم على الوش، وغطي الرز بتاعك كويس وهدي عليه وسيبيه يستوي بقى وبالبخار بتاعه. وبصي هيبقى حلو جدا. عادي بتحصل كتير جدا، اهم حاجه ان انت ايه، تعالجي الحاجه مش تسيبيها وتبوظيها. عارفين طبعا حلة رز دلوقتي تترمى في الغلا اللي احنا فيه ده كبيرة جدا، يعني ناس كتير مش لاقية حتى أكلة رز. الحمد لله، ربنا يرزق الجميع وربنا يديمها علينا نعمة. فزي ما قلتلك كده، لو الرز معاكي مش مستوي أو الحلة صغيرة، غيري الرز بتاعك في حلة كبيرة وقلبيه كله في بعضه، وبعد كده هدي عليه النار هيستوي وهيبقى زي الفل. تمام كده حبايبي. كده كان الفطار، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. الفراخ والرز بتاعنا وطبق السلطة وطبق المخلل، مفيش والفاصوليا جميلة جدا، طبعا عصير البرتقال بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لأم آية. اشوفكم على خير في يوم جديد وفيديو جديد وأكلة جديدة من يومات ست البيت. السلام.